السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا جيت النهارده. انا يعني بحب اعمل حلويات جدا في البيت. فعندي لفه جلاش، هي كانت في الفريزر، بس الطريقه ما هتنجح. يا ريت بس انتوا لو هتجيبوها طازه. انا عاوزه لفه جلاش ودوت 3 معالق سمنه كبار ومعلقه زيت، يعني بالسمنه تبقى اكتر. يعني انتوا شوفوا بقى، انتوا هتعملوا كميه قد ايه، السمنه تبقى اكتر. وده سكر مطحون. بس ده اللي انا عاوزاه. هعمل معاكم بقى اول ورقه واوريكم بقى هنعمل ايه. هنعمل فطير زيه زي هنسقسق الورقه كده. هنعمل فطير زيه زي بتاع اللي بيتباع عند الفطاطر، اللي هو بالسكر واللبن وكده، اللي هو تيجي يقولك ب100 دلوقتي واسعار غريبه كده والله، وطعمه احلى. ما فيهوش اي حاجه، هي بس سكر مطحون والسمنه. هي لو سمنه بس هيبقى طري جدا 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 زي بتاع الشارع بالظبط. يعني كده سقسقنا الورقه في النص. هنرش سكر كده حسب الرغبه. اللي مش عاوز سكر من جواه يدهنه ويقفله، ويرش السكر من على الوش كده. تمام. وهنتني كده طرف كده، وبرضه ندهنه بالسمنه. الحاجة فعلا بره غالية جدا، وهي تعمليها في البيت واحسن وانضف واوفر. والله العظيم بتبقى النتيجة تحفة. يعني هي لفة جلاش حسب كل مكان ما بيتباع فيه. في اللي بيتباع النص ب15، في اللي بيتباع ب17، في اللي بيتباع ب20، يعني حسب بس. وشوية سكر وسمنة وزيت. انا بس عشان السمنة مع زيت لا هيبقى طري برضو، والسمنة بس هيبقى طري جدا. زيت بس لا، زيت بس هينشفه جدا، مش هيبقى حلو. ونطبق الورقة كده هنا بس تبقى كده المربع. عاوزة تعمليها طبقتين اعمليها. هعمل واحدة تاني معاكم. هجي واحدة تاني اهي. هندهن بس كده كل الورقة. عاوزة تعملي رقين هتبقى برضو جميلة. انا كمان اللفة مش مساعداني لانها كنت جايباها من اسبوع، وكنت كسلانة بصراحة اعمله. كنت بعمل مهلبية كده، فهم زهقوا ولادي، فقلت اعملها بقى معاكم. فاللفة هتلاقوها ان هي مش طازة يعني، بس مش هتقول لا. كل واحدة بقى ست بيت شاطرة بتعرف تتعامل بطريقتها. انا هديكوا الطريقة وجربوها. ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق الحلو. دعموني كده يعني، ده حسسوني بوجودكم معايا يعني. انا هعمل دي معاكم وهكمل بقى كل الكمية. ندهنها كده كأنك بتطبقي ورق 4/4 بالظبط. عاوزة تحشيها زبيب وجوز هند وكده. انا طبعا عشان انتوا طبعا عارفين ابني ما بيحبش المكسرات نهائي، فانا مش هقدر احشيها لاني مش هياكلها. فحطي بقى زبيب، جوز هند، سوداني مطحون، هتبقى روعة. شوية قرفة. بس كده هكمل بقى الكمية كلها وارجع لكم. انا كده خلصت الكمية. هي عمل لي كمية قليلة لاني انا قايله لكم اللفة ما كانتش طازة معايا، فكان كل ورقتين لازقين في بعض. انا حطيت معلقتين سمنة على النار. سمنة برضه حطي معلقتين سمنة، نص معلقة زيت، يعني السمنة تبقى اكتر. وهو كده اهو على النار بيستوي. وهنا جنبي كوباية لبن. تمام. هخليه بقى اللي هو كده بيستوي مع نفسه، ولما ياخد لون بامبا من الوش ده هقلبه على الناحية التانية عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وارجع لكم تاني. هو كده اول وش خد لون وقلبته على الناحية التانية. قلبته. ايه اللي انا بقوله ده؟ الجو حر جدا والله العظيم. مش عارفة اشغل الشفاط عشان بيعمل صوت. بفطس بمعنى الكلمة. والله واقفة بفطس بمعنى الكلمة. ربنا يعيننا، الجو نار. بصوا بقى شكله تحفة ازاي. واو واو. كله بقى وادعولي. انا اهم حاجة تدعولي وكده، ويعني لايك بقى واشتراك وشير. بصوا نفخ ازاي. هطلعهم بقى واعمل كل لا استنى لسه في خطوه هعملها معاكم، وبعدين اعمل بقى الكميه التانية واقول لكم هنعمل ايه في الاخر.
هو كده بقى تحفه، استوى معانا. بصوا لو نازلين بيه على اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنغطي ده. اللي عاوزه طري قوي يخليه في اللبن شويه. اجيب حاجه بس اطلعه. حاجه كده وهم بقى والله. بصوا هيفرقع في وشي والله. هكمل بقى كل كميه وارجع لكم. صوري تاني. بالهنا والشفا. كده النتيجة النهائية. انا خلصت دي كمية. لو في بس لسه 2 على النار. انا عملت عشان عملته مجوز. بصوا هو تخين ازاي عشان مجوز. بصوا والله يا جماعة زي بتاع الشارع بالظبط، اللي هو يقولك فطير باللبن والسكر. بصوا ومحشي من جوه حاجة كده وهم والله طعمه تحفة. بصوا تحفة. براحتكم بقى، حطوا مكسرات وقرفة يعني المكسرات هتخليه وهم اكتر. بصوا طري. بصوا بيلمع ازاي. بصوا اللي مش عاوزه طري ما ينزل اول ما صدمه في اللبن ويطلعه. انا عاملاه زي الشارع بالظبط، اللي هو من عند الفطاطري، ويعتبر ببلاش وانضف. جربوه ودولي. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير. باي باي. يلا باي باي. يلا بصيلهم.